السلام عليكم بنات. اليوم أقدم لكم موضوع مهم جدا وطلب مني بكثرة، وهو الطريقة الصحيحة لاختيار واقي الشمس المناسب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. ويجب معرفة كيفية التعامل مع التعرض للشمس وطرق الحفاظ على البشرة. وهل للشمس فعلا مخاطر على البشرة؟ بالتأكيد أن الشمس لها مخاطر على البشرة، لأن بكثرة التعرض لها تسبب تغيرات في ملمس البشرة وتجاعيد وظهور شعيرات دموية دقيقة وسماكة في الجلد وعجز البشرة وحروق الشمس واحمرار بالجلد، وكذلك تصبغات بالبشرة وظهور بقع بنية اللون ونمش، وهذا كله يؤدي إلى عدم توحد لون البشرة. وهذه هي أهم المشاكل الجلدية التي تسببها الشمس، بالتأكيد بالإضافة إلى مشاكل العين والتي تتحسس من أشعة الشمس. ولتجنب ذلك يجب استخدام النظارات الشمسية. لهذا السبب يجب حماية البشرة من أشعة الشمس. إن ذروة أشعة الشمس المضرة التي يجب أن نحمي بشرتنا منها هي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا. وأن الملابس تعتبر من أفضل طرق الوقاية من أشعة الشمس، والدليل واضح. فلو تعرض شخص للشمس بملابسه على جسمه والوجه مكشوف، فالفرق باللون يظهر بين الوجه وباقي الجسم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، حيث يجب وضع كريم واقي الشمس على البشرة قبل الخروج بنصف ساعة. ومهم جدا بالنسبة للكمية التي توضع على البشرة من الكريم، تقريبا عقلتين من الأصبع. وطبعا ستصبح البشرة دهنية وكأنما وضع عليها الكثير من الزيت. بهذه الحالة يجب استعمال قطعة قماش قطنية خفيفة جدا وبضغطة خفيفة على البشرة، بحيث فقط تمتص الدهون الزائدة من على البشرة. وهناك كثير من البنات يضعوا كمية بسيطة جدا من كريم الوقاية، وذلك لكي يتجنبوا المنظر الدهني للبشرة بعد وضع الكريم، وهذا خطأ فادح، لأنها بهذه الحالة وضعت كمية غير كافية للحماية. ويجب تكرار وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس كل 3 ساعات تقريبا، أو بعد غسل البشرة أو مع التعرق. أما الفرق بين السان بلوك والسان سكرين، فالسان بلوك يعمل حاجز على البشرة تماما ويعكس الأشعة كلها من على البشرة، ويسمى هذا بالواقي الفيزيائي. لكن مشكلة هذه الكريمات إنها تترك لون واضح على البشرة، كما أن مفعولها يكون فقط أثناء وجود الكريم، يعني لو يتم مسحه باليد يختفي المفعول. أما السان سكرين فيسمى بالواقي الكيميائي، حيث تتفاعل مع خلايا البشرة، بحيث لو يتم مسحه يبقى مفعوله وحمايته للبشرة كما هي. أما بالنسبة لل SPF فالمقصود بها درجة الحماية، باختصار هي المدة التي يبقى فيها الكريم فعال في حماية البشرة من أشعة الشمس. أي ممكن من خلال ال SPF حساب الوقت الذي تستغرقه الشمس لحرق جلدنا عند وضع الكريم. وبما أن الشمس تستغرق 10 دقائق تقريبا لإبقاء علامات الاحمرار على أجسامنا بدون كريم، فيجب ضرب ال SPF في 10 دقائق، أي كما في كريم الوقاية الخاص به ودرجته 50، حيث نقوم بضربها في 10، فتكون الحماية 500 دقيقة أي 8 ساعات ونصف. لذا ينصح باستخدام ال SPF أعلى من 15 دائما. وإذا كنتم في البحر تحت الشمس، فالأفضل دهن الجسم بكريم الوقاية كل 2 ساعات، وعدم انتظار مرور الزمن الذي يقينا فيه كريم الوقاية. وكذلك من المهم التأكد من أنه مذكور على الغلاف أن كريم الوقاية من الشمس يحمي من نوعين من أشعة الشمس. الأول UVA وهي أشعة الشمس الطويلة، والثاني UVB وهي أشعة الشمس القصيرة. ومهم جدا لو كانت الشمس قوية استعمال ال SPF به أكثر من 30 درجة. وبالتأكيد توجد أنواع كثيرة من كريمات الوقاية، وكل بشرة يلائمها نوع معين، لكن أهم الملاحظات لواقي شمس مميز هي أن يكون ذو ماركة جيدة، ودرجة ال SPF أو درجة الحماية تكون عالية فوق 30 درجة، ويكون ضد الماء أو مقاوم للماء. وبالنسبة للبشرة الدهنية يجب استخدام واقي الشمس على شكل لوشن. أما بالنسبة للبشرة الجافة فيجب استخدام واقي الشمس على شكل كريم. وأتمنى أن يكون موضوع اليوم قد نال إعجابكم، ودمتم في حفظ الرحمن.